دخلنا موسم الشتاء فعليا، والكل الحين شاب بالفحم وقاعد مجابل الدوة. بعطيكم اقتراحي ل4 مشروبات شتوية دافية ولذيذة. 4 وصفات. بسوي معاكم الكرك بطريقتي، وبسوي معاكم حليب الورد، وبسوي معاكم أيضا قهوة بالنوتيلا، وبسوي معاكم حليب الكاسترد أو مشروب الكاسترد الحار. 4 مشاريب كل واحد ألذ من الثاني. تابعوا الوصفات وإن شاء الله يعجبونكم. وأيضا إذا أنتوا عندكم اقتراحات لمشروبات شتوية لذيذة يا ليت ترسلوا لي الطريقة. طبعا أنا ما راح استعرض معاكم المقادير الحين، أنا كل ما أسوي مشروب بقول لكم شنو استخدمت أفضل، يعني حق كل مشروب أقول لكم شنو مقاديره. طبعا بنسوي كل المشاريب على الفحم، أحلى وألذ. أول شيء بسويه معاكم الكرك. نحتاج حليب سائل، طبعا الكرك له مليون طريقة، كل واحد يسويه حسب رغبته. أنا هذه طريقتي. حطينا الحليب، نحط شوية مسمار، ما أكثر، حبتين فقط لأن أنا كميتي قليلة. نحط زعفران، الزعفران أحبه راهي. ونحط هيل، مو واضح، دقيقة، اي كذي أوضح. أوكي، هيل أيضا كمية لا بأس فيها. نحط دارسين، ونحط ورق شاي. طبعا تتعبون على نوع الورق، يفضل تحطون نوع جيد لأنه هو اللي راح يعطيكم الطعم اللذيذ للكرك. السر وين؟ أنا الكرك ما حليه بشكر، أحليه بحليب مكثف محلى. ترى هذا اللي طايح هني ورق شاي. الحليب المكثف المحلى يعطيه طعم غير. جربوا تسوون الكرك بالحليب المكثف المحلى، وايد أحلى من الشكر. بس بضيف الحين حليب كرنيشن وأخليه يطبخ على الفحم. أعطيني أمي حليب الكرنيشن. هذا حليب الكرنيشن، مو شرط كرنيشن، يعني أي حليب مبخر أنتوا تفضلونه. أنا أحب الكرنيشن، مرات أستخدم بقوس، يعني النوع اللي أنتوا تفضلونه. بس خليه يطبخ على الفحم، يغلي يعني تقريبا ربع ساعة ويكون جاهز. نخلط المقادير عدل ونتأكد أن الحليب المكثف ذاب، بعدين نحطه على الفحم. وهذا أول مشروب جاهز. نبلش الحين بالمشروب الثاني. خلينا ننزل الزعفران كله. المشروب الشتوي الدافي اللذيذ الثاني حليب الورد. شوفوا، نحتاج أول شيء حليب سائل، أوكي. عندي أنا هني إضافة مو شرط تضيفون، هذا مو متوفر عندكم. عندي مربى الورد، إذا ما عندك هالنوع من المربى عادي تقدرين تستغنين عنها، لكن أنا أحبها، تعطي الحليب كذي طعم حلو، طعم وايد لذيذ. أوكي. وطبعا أهم شيء في هذا المشروب شراب الورد. تلقونه بالجمعيات متوفر، يعطي الحليب لون وردي جميل. وطبعا ما راح نضيف شكر لأن مشروب الورد حالي، مربى الورد حالية، فما نحتاج شكر كلش. آخر إضافة ماي ورد علشان نعزز نكهة الورد. شوفوا اللون عجيب يصير، بس تخلونه يغلي على النار. وين عاد الفن؟ وين التقديم؟ راح أصور لكم اليوم طريقة التقديم تشوق، وايد يصير لذيذ بعد إذا قدمتوه مع الشيء اللي أنا بقدمه معاه. تكفون. شوفوا اللون وردي جميل. بس نحطه على الفحم وأصور لكم بعد شوي إن شاء الله طريقة التقديم. نسوي الحين المشروب الثالث. المشروب الثالث شنو؟ شراب الكاسترد الدافي. شوفوا، نحتاج حليب نص لتر، كوبين من الحليب يعني 500 ملي، أوكي. ونحتاج الكاسترد البودر اللي ينباع بالجمعيات، هذا عرفتوا الكاسترد البودر.
ناخذ حق كل كوبين حليب قفشة كاسترد كبيرة. أنا طبعا هذه القفشة أو الملعقة اللي أستخدمها صغيرة، فبحط يعني تقريبا ملعقتين صغار. لازم تستخدمون حق كل كوبين حليب ملعقة كاسترد كبيرة. الحين تقدرون تحلون الكاسترد بالشكر عادي إذا تحبون، لكن إذا تبون طعم ألذ وتبون الكاسترد دسم أكثر، ضيفوا حليب مكثف محلى، وايد راح يفرق الطعم، وايد راح يصير أحلى. طبعا الكمية حسب الرغبة، ايش كثر انتوا تحبونه حالي. بس وكذي شراب الكاسترد جاهز، نخلط ونحطه على الفحم. أيضا بالنسبة حق حليب الكاسترد أو مشروب الكاسترد، الفن وين؟ الفن بالتقديم. بعد شوي إن شاء الله أصور لكم طريقة تقديمه. أتأكد أن الكاسترد ذاب، بعدين أحطه على الفحم، لأن إذا حطيتوه على الفحم وهو مو ذايب راح يتكلكع معاكم، راح يصير فيه كتل. وآخر مشروب دافي بسوي معاكم اليوم قهوة النوتيلا. نحتاج حليب، قلت لكم بطل الوصفات اليوم الحليب. حليب سائل، ونحتاج ملعقتين كبار من القهوة الفرنسية، وملعقتين كبار من النوتيلا. حطيت القهوة، حطيت النوتيلا، الحين أحط شوية شكر، ما راح أكثر لأن النوتيلا حالية فما نبي نكثر. نحرك المقادير لين نتأكد إن النوتيلا ذابت والقهوة ذابت، بعدين نحطها على الفحم وكذي قهوة النوتيلا جاهزة. أيضا الفن بالتقديم، نحرك لغاية ما تذوب القهوة وتذوب النوتيلا ونحطها على الفحم. طبعا لا تنسون تحركون المشاريب وانتوا حاطينهم على الفحم عشان لا تمسك المقادير بقاعة الغوري وتخترب مشاريبكم. يلا حطهم على الفحم وبعدين نصور لكم طريقة تقديم ال4 مشاريب. وهذه مشاريبنا على الفحم تطبخ على نار هادية. هذا حليب الورد، وهذا الكرك، وهذا مشروب الكاسترد الدافي، والحين بحط القهوة. هذا أول مشروب جاهز، الكرك. يلا بسم الله نصبه. طبعا لازم مشخال علشان ما ينزل شيء وتستمتعون فيه. شوفوا لونه، شوفوا لونه والريحة. بعد شوية خلينا تينن ريحته. هذا الكرك جاهز. الإبداع وين؟ بمشروب الورد. شلون تقدمونه؟ تحطون شعر بنات، اوكي، طريقة التقديم تشوق وايد حلوة وكذي فنتق، وتصبون عليه حليب الورد. يلا بسم الله. يذوب شعر البنات وطعمه مع الورد شي خيال خيال. أتمنى كذي أعطيتكم أفكار حلوة حق لشته، شي لذيذ وسهل، ومتأكدة إنه بيعجبكم وايد. بالنسبة حق مشروب الكاسترد الدافي، شوفوا نصبه، تبون أكواب، استكانات، كيفكم، بس نزينه بأكثر من طريقة. تقدرون تحطون فستق، تقدرون تحطون الناريل هذا المحمص عجيب معاه، تقدرون تحطون جوز الهند العادي المبشور، أو هذا الثاني اللي يصير شرايح، أو كورن فليكس، الطريقة اللي تعجبكم. يلا الحين بنزين احنا كل استكانة بشيء. صبي بسم الله. لذيذ 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 ويدفي. وصب بعد شوية، وصبي لي استكانة ثانية عشان واحدة بزينها بالناريل وواحدة بزينها بالفستق والكورن فليكس. دفى دفى دفى، واصلكم شعور الدفى ولا لا؟ يلا الحين عاد المرحلة الممتعة. حط شوية ناريل، مفروض يبرد شوية أو يكون أثقل شوية علشان ما ينزل الناريل تحت. يلا ما يخالف. وبحط بعد شوية من هذا المبشور
عاد انتوا تخيلوا الطعم كذي مع كل شربة كاسترد تحسين بطعم الناريل. وحطيت شوية فستق. الثاني حطيت فيه كورن فليكس. كذي أفكار لذيذة وشتوية والدفي. هنحط له بعد رشة فستق. وهذا ثالث مشروب خالص. الحين عاد وصلنا حق شنو؟ حق قهوة النوتيلا اللذيذة. شلون نقدمها؟ بنحط بكل استكانة كذي فليك، وهذه بعد بالاستكانة الثانية، بعدين نصب عليها القهوة. يلا صب. بسم الله. ممكن تطفي الايباد امي؟ طفي حبيبتي. يا سلام. صب الثاني بعد. بسم الله. وبكذي خلصت مشروباتنا الشتوية الدافية اللذيذة. أتمنى تكون وصفاتنا اللذيذة حازت على إعجابكم وتطبقونها وتدزوا لي رايكم. الحين عاد عن إذنكم بنستمتع. يلا خليكم بحفظ الله. مع السلامة. أنا عمري 40 سنة. بما أنا فرطت حرف الجوبة الحين. السلام عليكم. هذا الكرفان براويكم إياه، براويكم مرحلة مرحلة. بسم الله. شوفوا تحت الستان ستيل. طبعا هو مش حاد، مسوينه انحناء مش حاد اساسا ما يكون فيه خطورة. شوفوا الأرضية ملبسين الباب كامل كلادنج مع شوفوا مسوينه كبت هني. اوكي. وهني رفوف للتخزين لان المكان ضيق. حطينا الفيش فوق. هذا الله يعزكم انتم بكرامة الحمام. سوينا بعد نفس الشيء ستيل تحت، والارضية مثل ما تشوفونها. شوفوا الكونتر كيف مسوينه اللي هو مال المغسلة. شوفوا البوك ماتش اللي صاير هني دوران كله مركب له. تشوفونه هذا ها نفس الشيء بوك ماتش مثل ما تشوفون وانتم بكرامة. هالمرحلة المغسلة طبعا لانها صغيرة. اوكي. مع الباب بعد جاي نفس الشيء كله. شوف اللوحة هني الشاور. يقولوا لي اللوحة عند الشاور هاي عليها زجاج ما تخيس ضد الماء. هني ندخل الكرفان. طبعا تشوفون لحظة براويكم الطاولة أول شيء كيف تنحط وكيف تتعلق. شوف الطاولة شوفوا كيف مرتاحين بالقعدة مريحة. قياسها ممتاز يعطيكم العافية. شوفوا طريقة الضم الزم كيف تسكر الطاولة بطريقة جدا سهلة. شوفوا طريقة التعليق. يعطيكم العافية. شوفوا في حالة انه بيباتون
ابراهيم دخل فانيلتك. علاء انقز لي منك، نطلي منك اساس ان ظهركم ما يكون للهواء. اوكي شوفوا اذا يبغون يباتون كيف المكان يكون، كيف القنفات تكون. شوفوا كيف المكان ما شاء الله وايد مريح وكامل شبرية. ها كامل دوشق خلاص تحطون فراشكم عليه وترقدون. وفي حالة انه خلاص نشينا الصبح نضم هذا كله. ضم لي بعد طريقته جدا سهلة، دمج انتهى الموضوع. شفتوا كيف يطبق الماترس؟ شوفوا كيف يطبق وايد سهل. شوفوا الليت الإضاءة الداخلية، شوفوا نوع الخشب حتى اللي على الدراور على الأدراج نفس الكلادينج نفس الطاولة كله روح وحدة. الحين بدخل أنا وبصور لكم تفاصيل جميلة داخل. يعطيكم العافية شباب، تفضلوا. أنا بدخل بصور لكم أشياء ثانية. طبعا نقول أول شيء هذا فستان ستيل، والأرضية هاي كلها سجادة أريح القعدة. الطاولة مثل ما تشوفون طريقة زين تشوفون الستيل. ضربوا لهم تاهية، هذا يبالهم أحلى تاهية. عموما شوفوا الليتات تحت، شوفوا التيفي. الحمد لله. تشوفون الإضاءة الزرقاء اللي خلف التيفي كيف جاية. هذا بيكون هذا اوكي. هاي أدراج عادية كلها. هذا الارسال يضعف فيه ضغط. شو صاير؟ بسم الله. شوفوا هني again. شوفوا هذا دروار مكيف. بتقولوا لي المكيف في حالة انه في كبت فبيضرب وبيرجع بيتم يقطر الماء او الهواء يرجع. الهواء ما يرجع لأنه أصلا المكيف جاي سيدة يضرب سيدة مش نازل على تحت عشان يرجع. وايد علقوا على هالشي. أنا أقول لكم إنه الهواء رايح سيدة مثل ما تشوفونه فما بيرجع. وايد يعلق. المشكلة كل ما أدخل داخل الإرسال يقطع. ثمانية راويكم هني للتخزين مسواي مكانين. نتكلم عن الفينيشنج عن أدق التفاصيل. شوفوا هني الستانلس ستيل كيف. شوفوا هني الخط اللي ماشي كامل من فوق لين تحت. شوفوا الليت الإضاءة المودرن كيف جاية والفينيشنج اللي فيها ستانلس ستيل. طول الله بعمارهم شيوخنا. اوكي خليون. شوفوا وايد علقوا على الستارة. انا احس ان الستارة الوانها جدا متناسقة، بيج في ذهبي اتي مع الاخضر مع اي لون انا اباه. احسها مناسبة بصراحة. وايد سألوني وين الحمام وين الحمام. هذا الحمام اللي يسأل عن الحمام هذا هو الحمام. وهذا الفينيشنج اللي في الحمام البستوتية. شوفوا الإضاءة اللي تحت القنفات كيف جماله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. جدا جميل. مهتمين في أدق التفاصيل. الفينيشنج كامل في أدق التفاصيل اللي موجودة احنا اهتمينا فيها. هذا وين؟ هذا كرفان.